لو عايز تعرف ايه اللي بيحصل في سعر الدولار دلوقتي وليه الدولار وصل ل 70 ورجع رد ل 50 تاني وايه اللي متوقع انه يحصل، اسمع الفيديو ده هيلخص لك اللي بيحصل بالظبط، وفي اخر الفيديو هقول لك المفروض تعمل ايه الفترة دي. انا هشرح لك الموضوع بالبلدي كده وانت بنفسك هتفهم ايه اللي هيحصل. مصر حصل فيها حاجات كتير جدا خلال سنة 23. اول حاجة الهوت ماني او الناس اللي بتحط فلوسها عندك عشان انت عندك فايدة عالية، سحبوا فوق ال 20 مليار دولار في 2023. تاني حاجة مواردك الدولارية زي قناة السويس والسياحة والصادرات نزلت حوالي 9 مليار دولار في 2023 بدون الدخول في تفاصيل تحويلات المصريين في الخارج قلت 10 مليار دولار في 2023 عن 22 بسبب طبعا مشكلة السوق السوداء. الناحية التانية الدين على مصر وصل ل 170 مليار دولار ومطلوب منك تسدد 42 مليار دولار في 2024. تحس ان كل حاجة اتجمعت على مصر في وقت واحد. ده سبب الظروف الاقتصادية والسياسية من ناحية وسوء إدارة من الناحية التانية عشان نبقى واضحين. طب يعني كده الدنيا قفلت خلاص مفيش حل؟ لا، في أمل رغم كل ده إن الوضع يتصلح، بس الموضوع لازم يتصلح على مرحلتين. على المدى البعيد خلال الكام سنة اللي جاية لازم الدولة تشجع بكل الطرق المشاريع اللي بتدخل دولار، سواء صناعة، زراعة، سياحة، تصدير عقار، استثمارات أجنبية وغيره. بس الأهم دلوقتي أزمة السوق السوداء دي لازم نخرج منها الأول، وده اللي بتحاول تعمله الدولة دلوقتي، وبيتم الاتفاق مع صندوق النقد على تأجيل الديون من ناحية وعلى قرض جديد من الناحية التانية. رغم اعتراضي التام بأننا نسد قروض بقروض تانية، بس احنا حاليا ما عندناش رفاهية الاختيار. تاني حاجة ان الخليج ما سحبش الودائع بتاعته بالدولار، وان الخليج لسه بيدعمك واخرها استثمارات راس الحكمة اللي ب 22 مليار دولار. تالت حاجة اوروبا كمان ابتدت تدعمك بشكل كبير عشان ما يحصلش زحف للاجئين اللي عندك لاوروبا. يعني من الاخر كده مفيش حد من مصلحته ان مصر تقع. ودلوقتي البنك المركزي بيحاول يوفر دولار برقم كبير عشان يبدا يعاون، والتعويم ده هيبقى خلال ايام. وبدا البنك المركزي فعلا يضغط في السوق السوداء بشكل كبير عشان يقلل سعر الدولار، عشان يبقى سعر في السوق السوداء قريب من السعر اللي متوقع يعوم عليه، واللي متوقع يكون من 40 ل 45 جنيه. والتعويم اللي جاي ده هو اصعب واهم نقطه في اقتصاد مصر حاليا. طب اشمعنى التعويم ده بالذات؟ عشان لو قدر البنك المركزي يوفر دولار بشكل كافي وقدر يستمر لفترة كافية بحيث ان سعر البنك يبقى زي سعر السوق السوداء، ده هيخلي الناس تطمن وتحط دولاراتها في البنك ونبدأ نعدي الأزمة دي واحدة واحدة. لكن لو معرفش يكمل ودخلنا في سوق سوداء تاني، أو لو سمعت رقم 70 جنيه ده تاني، اعرف ان بعد الرقم ده هتسمع أرقام أكبر من كده بكتير، وهيبقى الحل ساعتها أصعب بكتير من دلوقتي. بس انا ان شاء الله متفائل ان ده مش هيحصل، وان شاء الله بتمنى يعني ان الحكومه والبنك المركزي يكونوا اتعلموا من التعويمات اللي فاتت وما يغلطوش نفس الغلطه. طيب اخر حاجه بقى، ازاي تامن انت نفسك خلال الفتره دي؟ افضل حاجه الفتره دي بلا منازع هي انك تشتري عقار بالتقسيط، ويا ريت يبقى عقار استلام فوري وبالتقسيط. ده افضل ملاذ امن الفتره دي، وانا مش بقول لك كده عشان ده مجالي. هو في دهب ينفع تشتريه بسعر دلوقتي وتقسطه على 10 سنين؟ العقار ما فيهوش مضاربه، العقار ينفع يتقسط بسعر دلوقتي، العقار سعره بيزيد، العقار بيجيب لك ايجار وانت نايم في بيتك. واظن انا قلت لكم في فيديوهات قبل كده على فرص لعقارات مبنيه ومتشطبه وبتتقسط لغايه 10 سنين، وفيديوهات تانية لمناطق متوقع فيها زياده في العقارات فوق الاربع اضعاف خلال الثلاث سنين اللي جايين. اعمل لي فولو عشان تظهر لك الفيديوهات دي، او لو عايز تتابع اخبار العقارات في مصر.